السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى ان شاء الله فيديو جديد. عايزاكم كده قبل ما نبتدي الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وطبعا بقى النهاردة معانا ادوات منزلية جميلة جدا للتنظيم والترتيب وطبعا لديكور البيت وحاجات كتير جميلة جدا. يلا بينا بقى كده نشوف الحاجات مع بعض. دي كده اول حاجه كده صبانه برضو بتمنع ان الصابون يكون بايش كده على الحوض، او بيبقى فيه صبانه كده ان هي ما بتنزلش الميه مبيبقاش فيها مصفى، فبتخلي الصابون ان هو يبوش منك. فديت الصبانه ديت بتحافظ على الصابون ومبتخلوش يبوش. دي كمان كده بلاستيكية بتبتدي تحطي فيها كده قماشة وبتنضف لك اي مكان صعب ان انت توصلي له بايدك، فهي بتدخل كده وبتنضف المكان. دي بقى بيتحط فيها كده الغطيان ديت غطيان كده من القماش، بتبقى تغطي كده الأطباق، بتخلي مفيش أي حشرات توصل لها أو أي حاجة. وكمان بيستخدموها إن هما يلبسوها في الشوزات، يعني عشان ما تبهدليش بقى الأرض وكده، مبتضطريش إن انت تقلعي الشوز بتاعك وانت داخلة البيت، لا بتلبسي الأكياس ديت وهي بتحافظ على الأرض، ما بيبقاش انت بتدوسي عليها يعني. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو اهوت فضل بواقي اكل، قامت جايبه كيس من اللي بيغطي الحاجه وقامت مغطياها وقامت عيناها في التلاجة. عايزاكم بس كده لو انتوا معايا في الفيديو كده لحد هنا ما تنسوش اللايك. دي برضو شكل صبانة تاني، برضو بيصفي المية كده تحت وبيبقى المكان اللي فيه الصابونة ناشف خالص مفهوش اي مية خالص. لو وصلت كده معايا في الفيديو لحد هنا كده ما تنسيش اللايك، اهم حاجة اللايك عشان اللايك هو دعمك ليا وهو اللي بيرفع الفيديو. هنا طبعا بدل الزحمة بتاعة الأزايز اللي كانت محطوطة على الحوض كانت مبهدلة الدنيا، فطبعا كده سهل جدا والأزايز كلها بقت مرفوعة كده على الجدار ومش عاملة زحمة خالص. هنا كمان الفرشة دي بتوصل لأي فواصل بتنضفها، وفيها كذا فرشة كده في الجنب، فبتنضف المكان كده وبتخليه حلو، بتوصل لأي مكان انت عاوزة توصلي له وبتنضفه. احسن حاجة طبعا ان تكون كل حاجة متركبة على الحيطان مش موجودة على الارض، فده بيساعدنا في التنظيف جدا، في الكنس في المسح بيسهل عليكي كل حاجة، ما بتضطريش ان انتوا كل شوية تشيلي الحاجة من على الارض وترجعي تحطيها تاني، بتبقى كل حاجة مرفوعة كده في مكانها، فدوت بيبقى اسهل حاجة ويعني بتبقى حاجة كويسة يعني.
ما تنسيش اللايك كده لو انت لسه بتتفرجي معايا على الفيديو.
احنا كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وطبعا اهم حاجة اللايك عشان اللايك هو دعمك ليا وهو اللي بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.